من خلال التنويع المستدام للمصالح والثروة الحيوانية، والتي استمر بنجاح كبير منذ عام 2010. فكما لا يخفى عليكم، يتأثر العالم في عصرنا الحالي من أعراض التغير المناخي، ويتضح هذا التأثير في البيئات الهامشية وخصوصا منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. فبالإضافة للطفرة الكبيرة في تزايد السكان والنمو الاقتصادي خلال العقدين الأخيرين، فإن معدلات الأمطار في تناقص وعدم تناظم، مصحوبة بتناقص مواد المياه العذبة الجوفية والسطحية كما ذكر معالي الدكتور عاكف، إلى تدهور الأراضي الزراعية وتصحرها، مما ينعكس على تناقص الإنتاجية الزراعية، وبالتالي تناقص وفقدان موارد دخل الأسر الريفية. وحيث أن المنطقة محدودة بالموارد الطبيعية، فيجب علينا إذن أن نستغل الموارد المتوفرة والبديلة منها، الموارد الهامشية من أراضي أقل خصوبة ومياه غير تقليدية كالمياه المالحة والمياه العادمة المعالجة ومياه الصرف الزراعي، وذلك من خلال تطوير نظم زراعية أكثر تأقلما مع الظروف الطبيعية المتغيرة وأكثر تحملا للتغيرات المناخية، بحيث تؤمن إنتاج أعلى ودخل أكثر للمزارعين في هذه البيئات. ومنذ انطلاقته في عام 1999 وعلى مر السنوات، تبرع المركز الدولي للزراعة الملحية إكبا في استراتيجيات عمله المتعاقبة تنمية المجتمعات الريفية في البيئات المتحملة متملحة والهامشية. ولا شك أن مشروع التكيف مع ظاهرة المناخ في البيئات الهامشية التي نحن بصدد الاجتماع من أجله يمثل أحد الركائز الاستراتيجية للمركز في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بالمنطقة، بالتعاون مع برامج البحوث الزراعية الوطنية في 8 بلدان في المنطقة. وهذا بالنسبة لنا مهم جدا، لأننا لا يمكن أن نعمل أي تقدم من غير البرامج الوطنية، فكل العمل يعمل مع البرامج الوطنية، ولازم يكونوا مؤمنين بالمشروع حتى ينجح. وقد لاقت هذه الشراكة المتميزة